الجامعة الأمريكية هاي البحيرات والقصور اللي موجودة مع العقارات الدولة اللي هي تسمى قصور. طبعا ما العقارات النظام شو عندنا بعد محيط مال المطار؟ ما عندنا محيط مال المطار. راح؟ طبعا كله راح. شقق وفلل واشياء ما ممكن ان نشوفها بعد. هاي المجمعات السكنيه وكانه بس دول الثلاثه الاربعه الموجودين الشخصيات واحد، اربع شخصيات مسؤوله عن المصارف، اربع شخصيات مسؤوله عن الاستثمارات، اربع شخصيات عرابين مال سياسيين، اربع شخصيات وكان موزع الادوار. انت من فلان حزب انت تسوي، انت من فلان حزب انت تروح بهاي الجهه، وشلون اللجان البرلمانيه وهذا رئيس اللجنه من فلان حزب، نفس الموضوع. موضوع العراق ما ينحل، ما ينحل. ما طول اكو حيتان. ايش عندك بهاي الشخصيه حتى اوزع الوقت؟ ايه ايش عندك اهم شيء؟ هسه ذني قلت لي استيلاء على الجامعه الامريكيه، على اراضي، يعني انا كيف اعطي قصور صدام؟ كيف انا اعطي الواحد مستثمر قصور صدام؟ زين اقول لك هاي الدوله ما تقدر تسوي هذا قصر رئاسي. لا هو مو المفروض ذني يتبعا للسياحه، الاثار، يتبعا للثقافه، طبعا معالم، قصور تابعه للدوله. طبعا هاي البحيرات وهاي الحدائق وهاي اللي ما ادري شنو. ليش انا اعطيها المستثمر؟ وشنو المستثمر اللي فايدني بيه شنو؟ انا الجامعه الامريكيه تعطي فلوس للحكومه؟ هي قاعد تاخذ فلوس من الطلبه. وهاي جامعه امريكيه، يعني كل الشباب كل اولاد المسؤولين يروحوا يسجلون الجامعه الامريكيه على مود السمعه مالتهم. والله انا خريج الجامعه الامريكيه. صح ولا مو صح دكتور؟ زين انا شنو انطيها هاي كل الاراضي وكل المساحات وكل يا والله ابني مجمع سكني بصفها. بنوا مجمع سكني؟ طبعا مجمعات انت روح هسه طبعا كله مخالفه، يعني انت حركه الطيران والهذا واكفه اشياء فنيه لازم ما يصير هذا البناء العمود الكبير قريب على المطار. الجهات بس عد لي بين ما اروح السامر، عد لي الجهات المتورطه بذني، يعني مثلا منو الامانه، الاستثمار، منو جهات عد لي اياها؟ الاستثمار والامانه والموارد المائيه وكل طبعا انت تسوي مشروع استثماري تراجع الامانه، تراجع هيئه الاستثمار، تراجع وزاره النفط، الموارد المائيه، كل متورط. كلها. هو شو يقول؟ اي ان رجل الاعمال صاحب الصفقات السعد وهيب يقف خلف ترشيح ليث الشاعر لمنصب وكيل وزاره النفط لشؤون الاستخراج. ليش؟ طبعا هذا هو صاحب العقود. لكن شلون يحصل العقود؟ هو دفع فلوس. لا منع وكيل ان يصير لا وراه هو جاب وكيل ليث. هسه ليث الشاهر اللي هسه صار وكيل اللي وقع له وزير النفط. نعم بس يعني هذا مسؤول على الحيتان وعلى كل المحطات مشاريع وزاره الكهرباء. يمتلك محطه ميسان الكهربائيه. شوف هذا سعد وهيب وغيرها يحاول الاستحواذ عن مشاريع اخرى في ذات المجال. ان المساعي يقودها وهيب بالتعاون مع صهر شخصيه، يعني بإقالة وزير النفط. هذا يقولون هذا وزير النفط، لان وزير النفط جو على انه اكو فد